بص حسين فهمي يعمل ايه. بص انا عايزك تشوف. بصوا على الحكم وبصوا يعمل ايه. انا شايف وشه. بصوا انا عايز توريكوا وشه يعني. بص وبعد كده راح للحكم. خدوا بالكم انا برضو باخد بالي من الحاجات دي لان انا كنت لعيب كوره فبعرف برضو اما لعيب يجي في ايده كوره او يعني. المهم في النهايه كابتن فهيم عمر في ذاك الوقت المعايير. وانا على فكره انا مش مختلف مع جهاد جريشه في حاجات كتير وهجيبها لكم دلوقتي. دي باينه قوي ان ايده رايحه. دي وجهه نظري ولكن هو وجهه نظر كابتن فهيم عمر كده. بصوا دي. طب دي بقى بذمتكم هل المساحه وهل الكوره ما واحد يلعب بدماغه الكوره وشيكابالا بسبب المواضيع دي اتطرد. يعني هل دي ممكن يلحق؟ بصوا يا جماعه. بص هو طلع الكوره بص طلع الكوره بدماغه سنه راح هو اللي حاططها. اللعيب اللي حاططها في ايده. بص اهي الكوره اهي راح هو اللي حاططها في ايده. اتحسبت بنالتي دي. اتحسبت بنالتي. الحكم حسبها بنالتي واللاعب مكمل عادي يعني حتى ما اعترضش وقال دي ايده لان بص هو اللي حاططها في ايده بدماغه وفرق شبرين. طيب تعال نشوف الكرة دي ونهائي كاس مصر لحكم اجنبي. اوريكم الكرة راحت لايد فتح الله. بص فتح الله نام الاول. فتح الله بيعمل تاكلينج فعشان تعمل تاكلينج لازم تسند على ايد. احنا لعيبه كوره وبنفهم. هو سند على ايده راح اللاعب مرقص على الحته اللي فيها ايده فالكوره راحت لايده. الحكم حسبها. دي وجهه نظره اهي. شوفوا هيقع الاول. بص هو وقع الاول الكوره ما شاطتش. الكوره راحت لايده يعني. بص اهي تاني او بصوا هيسند على ايده. هو كل ده مش عارف الكوره هتيجي هنا. بص هو راح هو اللي رقص وراحت الكوره جايه في ايده لانه هو ايده ثابته. فالطبيعي جدا ان الكوره اللي راحت لايده مش ايده اللي راحت للكوره. كل الناس قالوا فعلا الكوره بنالتي والحكم وكل المحللين قالوا الكوره بنالتي. انا بقول لكم الكوره مش بنالتي لان هو سند على ايده وبيعمل تاكلين كده راح اللاعب مرقصه كده راح جاي على ايده كده فبيعمل ايده كده جت في ايده. الحكم حسبها. امبارح وادي كره جهاد جريشه دي. انا جايب لكم الحته دي عشان حاجه. كابتن جهاد جريشه امبارح السنه اللي فاتت حسب ضربه جزاء لاحمد غانم رغم ان اللاعب شاط الكوره. بس هو شاط الكوره خلاص. شاط الكوره احمد غانم من ورا هو لقى انها ضربه جزاء. طيب هتفق معاك يا كابتن جهاد في النقطه دي بس كل الناس مركزه هي الكوره ضربه جزاء هي اللي جت في ايده. انا هقول لكم حاجه وبختلف مع جهاد جريشه جمله وتفصيلا اللي انا بحترمه كحكم بس امبارح كان غير موفق. في ضربة جزاء 3000 مليون في المية لم يحتسبها كابتن جهاد جريشة. هدف أحمد حسن يمكن كتير قوي ما اتكلموش فيها. أنا شفت الكابتن جمال غندور اتكلم فيها وأنا كنت حاططها في دماغي إن أنا أتكلم والله لأن لازم تعرفوا إن ضربة الجزاء ما فيهاش إتاحة فرصة. حاجة واحدة اما تكون كرة داخلة جون زي بتاعت إسلام الشاطر. إسلام الشاطر في ماتش بتروجيت طلع الكوره من جوه الجون بايده بس دخلت راح الحكم حسبها وما طردش اسلام الشاطر. كان مفترض ان هو يديله انذار ما اعرفش اداله انذار ولا لا لكن لو منعها. بص الكوره دي بنالتي ولا مش بنالتي اهي وكابتن جهاد جريشه قدامه. الكوره دي ما ينفعش اقول 3 ثواني استنى. طب اهو خبطت في واحد الجون مسكها اهو. كمل هتجيبها من قريب اهو. خبطت في واحد والجون مسكها. ليه يا كابتن جهاد ما حسبتهاش ضربة جزاء؟ تعال نشوفها تاني. مفيش إتاحة فرصة في ضربة الجزاء. ده كان أكبر خطأ للكابتن جهاد جريشة في المباراة دي من وجهة نظري. الناس ما اتكلمتش فيها عشان جت جون. وطبعا الشماريخ دي هي اللي خلت الزمالك هيلعب مع الشرطة بدون جمهور الماتش اللي جاي. نشوفها تاني من قريب. بصوا ادي سمير خدها. في واحده تانية قريبه خالص دي اللي هتبين وشاطها. هو صدها كان ممكن تصدها عادي وما يقدرش اهي. بصوا يا جماعه والحكم قدامه اهو رقص. بصوا بقى بص اهي. ضربه جزاء. احسب ضربه جزاء دلوقتي يا كابتن. ما حسبتش ليها يا كابتن جهاد ولو الكره اتصدت مش هتحسبها. انت مش عايز تحسب ضربه جزاء يا كابتن جهاد ولا ايه؟ الكره ضربه جزاء ومفيش اتاحه فرصه في ضربه الجزاء. تحت الفرصه دي بره لان دي مش مضمونه انها تخش جون لكن ضربه الجزاء
بنسبه كبيره ممكن تخش جون، فبالتالي كان لابد من الكابتن جهاد جريشه ان يحتسبها. ادي ضربه جزاء لم يحتسبها كابتن جهاد جريشه. تعالوا بقيه الحالات سريعا. بصوا دي جت في ايد سوري معلش، جت في ايد بابا اركو. بصوا حسبها في صدره وفي ايده، حسبها. بص دي مليون في المية انا بقولها لكم اهي مش ضربة جزاء، لان شيكابالا شاطها راحت رايحه لايده على طول، حتى ايده رجعت لورا من البتاع، مش ضربة جزاء. انا بقولها لكم اهو الكرة دي مش ضربة جزاء، لان شيكابالا والمساحة اللي ما بين الكرة ما تسمحش اللاعب انه يشيل ايده، لكن وكرة رجعت ايد اللاعب واحد تاني يحسبها، لكن هو كابتن جهاد جريش خلاص نحترمك يا كابتن جهاد في الكرة دي. الكرة دي فاول على عمرو زكي. عمرو زكي مع احترامي كان ممكن ياخد فيها طرد، ومستغرب جدا، وممكن ياخد فيها انذار، يعني دي تقديريه، يعني ولا نقدر نقول انها طرد 100%، ولا نقدر انها نقول لا انذار بس. اهي هتشوفوا اهي عاديه، يعني اعتقد اتفق معاه انها انذار، اعتقد انها انذار على عمرو زكي، بس برضو ادي دي بقى. ادي بصوا يا جماعه، انا عايزك تقارنوا لي بين الاولانيه والثانيه. ادي اهي بص، طب والله العظيم هي على حافظ، على اعتقد على مش عارف ده عمران ولا مين، احمد عمران اعتقد. هي ليه حسبتها يا كابتن؟ المعايير اتغيرت عندك ليه؟ ادي اهي ما حسبهاش. طيب اتفق معاك، يبقى انت عندك معاييرك ان الكوره اما تيجي في الايد والكوره هي اللي رايحه ما تحسبش. طب تعال نشوف اللي بره ال 18 حسبتها ليه يا كابتن جهاد؟ مجرد سؤال احنا بنسالك. اهي وراحت لايده ورجعت برضو ايده زي اللاعب التاني، حسبها. ولا دي يا كابتن عشان مش بنالتي حسبتها؟ طب دي ضربة جزاء مليون في المية. وخدوا بالكم على نفس اللاعب سامح، مش حافظ سوري، سامح محمد حافظ بيلعب في الانتاج الحربي دلوقتي، سامح حسن. يبقى اللاعب بقى على طول مادد ايده، ما هو ده برضه نفس اللاعب. الكرة دي ضربة جزاء مليون في المية، ما حسبتهاش ليه؟ يمكن اشمعنى يا كابتن جهاد حسبت اللي بره؟ يعني بجد والله اشمعنى؟ ليه المعايير اتغيرت عندك؟ الكرة دي طبعا من وجهة نظري هاني ضرب مرغني ضربة محترمة. هي طبعا اشتراك فظيع، بس انتوا لو شفتوا الكرة في الإعادة المرغني رجله كانت ممكن تتكسر. مرغني بيلعب على الكرة بيتزحلق، كرة طويلة اهي، بص بقى ده جاي عامل ازاي. بصوا يا جماعة دي اتحسبت فاول اهي على المرغني، طبعا شاط رجله والكورة. بصوا كان طبعا اشتراك، هو مرغني لعب الكوره ولا ما لعبش الكوره الله اعلم، لمس الكوره بس اللاعب شاط الكوره. طيب الكوره دي الثالثه جت في ركبته، وجت مش عارف اللاعب نفسه. بص اللاعب ايه ده بشير ولا نفس اللاعب؟ سامح، هو نفس اللاعب، يعني نفس اللاعب 3 مرات، الثلاث مرات من وجهه نظر كابتن جهاد جريشه مش قصده. بص تعالى بقول له، تعالى انا عايزك تشوفوا الحته دي كابتن جهاد بيقول ايه. بص كابتن جهاد بيقول ايه في ركبته وفي ايده. طب يا كابتن جهاد اما جت في ايده على طول حسبتها ليه من بره وما حسبتهاش من جوه؟ ادي كابتن اهو ركبته في ايده، طب اتفق معاه فعلا ركبته في ايده. طب انت بتقول يا كابتن اهو قدامه اهو ركبته ايده، طب اما جت في ايده ما حسبتهاش ليه يا كابتن جهاد؟ مجرد سؤال. المعايير عندك مختلفه تماما في المباراة دي ومنها ضربة الجزاء لأحمد سمير. دي طبعا اوفسايد، دي اوفسايد رسمي، طبعا اوفسايد رسمي ونظمي وفهمي. دي دلوقتي كده مش اوفسايد صح؟ لا كده لا، ده واقف. انا مش واخد شايف عمرو زكي. على فكرة الناس سألوا هو عمرو زكي بيعمل كده ليه؟ على فكرة في انجلترا يا جماعة، هو كان بيلعب في انجلترا بيعملوا كده. على فكرة المفروض دي الكرة دي اوفسايد من الاول. اللاين مان ما عرفش رفع في الاول ولا لا، دي اوفسايد من الاول، ما رفعش لانه حجب الرؤيه عن الحارس. بص هي معديه، حجب الرؤيه عن الحارس، حطها كده اوفسايد.
العب كده اوفسايد. هو ما حسبش دي، الكرة رجعت شاطت، هو عمرو اوفسايد كده وسابق الكوره 100% اوفسايد، مفيش اي مشكله، بس هي المفروض تتحسب اوفسايد من الاول لان عمرو زكي بس هو في انجلترا كانوا بيعملوا كده، وعمرو زكي عارف اللعبه دي من انجلترا، عملها قبل كده وبتتعمل في الدوري الانجليزي كتير. اهي اهو زي ما انتم شايفين اهو، اهو في الدوري الانجليزي عشان الناس تبقى عارفه، في الزمالك تي في، انتوا جايبينها من الزمالك تي في اهو، اللعيب جري بقى، بص اللعيب لما الكره اتشاطت جري، بس عمرو زكي ما جريش، والكره دخلت الجون على فكره. هنا ما جريش او ما لحقش يجري. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا ايه تحكيم تاني؟ دي اتحسبت اوفسايد خلاص واتفقنا. بص واحده زيها برضو اهي، عشان الناس برضو كانت مستغربه عمرو. بص اللعيب هيجري برضو، بس عمرو تقريبا ما جريش، مش عارف ليه. أو بص بيتحرك قدام الحارس وجا الجون. بص اللعيب طالما مش حاجب الرؤيه خلاص. دي عمرو زكي بيشوح له، كان ممكن يديله انذار تاني وطرد، ولكن طبعا لو شفنا الكوره، هي كوره لعبها عمرو في بشير، وبشير راحت جايه في دماغه وطالعه فوق. بصوا اهي اهي طبعا، وهو المشكله انه قدامه، بص جت في عمرو زكي وفي بشير. هنشوفها تاني، انا مش متاكد بصراحه. متهيألي عمرو زكي دي، متهيألي عمرو زكي، الله اعلم، الله اعلم. على العموم انت كمان